اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير بطريقة جميلة وسهلة لولادنا في المدرسة وبأي حشوة انتي عايزاها. يلا بينا نشوفوا المقادير. معانا كيلو الا ربع من الدقيق ومعلقتين من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح. في العجان هحط كل المواد الجافة، ومعايا كوباية ونص من المية. معيار المية طبعا ده مش ثابت معايا لان ده بيختلف على كل نوع من الدقيق. العجينة بقى لما تتعجن بقى معايا بالشكل ده هاخدها واريحها شوية في طبق واسيبها، وبعد ما ترتاح كده 10 دقايق ابتدي ان انا اشكلها. وانتي بتتفرجي على الفيديو لو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. دلوقتي مر علينا 10 دقايق، هبتدي ان انا اقطع العجينة عشان اشكلها كور صغيرة وابتدي ان انا اشتغل فيها. تمام. دلوقتي هاخد جزء من العجينة واكورها كور، وبعد كده ابتدي ان انا افردها بحبة زيت عشان تبقى سهلة معايا. الحشوة زي ما قلتلك دي براحتك، تحشيها جبن، تحشيها لحمة، تحشيها بانيه. الحشوة دي بتاعتك انتي. هنا انا عامله لها بطاطس مقليه، انا مقطعاها صغير، وجايبه فلفل اخضر وبصل وطماطم وجبن، عندي مجموعه جبن عندي مشكله انا حطيتها معاهم. دلوقتي انا خدت كورة صغيرة من العجينة وفردتها رفيع جدا، وهبتدي اقلب كل الخلطة اللي انا عاملاها اللي هي البطاطس والبصل والطماطم والفلفل والجبن، وهحطها في العجين واقفل عليها. العجينة دي زي ما قلتلك كده انا عاملاها رقيقة خالص، علشان دي انا مش هسويها في فرن، انا هسويها على البوتاجاز من فوق. تمام. حطيت دلوقتي الحشوة وبقفلها ومش بقفل عليها جامد، يعني بديها تهوية كده علشان لما احطها في الصينية واريحها شوية واتك عليها تبقى مرتاحة معايا، ما تبقاش قافلة. تمام. كده انا على عين البوتاجاز هبتدي ان انا احط الصينية معايا وعلى نار هادية مش عالية عشان تستوي. ادي الجنب بتاعها استوى، فبقلبها الناحية التانية. والفطاير دي كل ما بتكون صغيرة كده بتبقى كويسة كده اللي ولادنا يقدروا يمسكوها زي الساندوتش كده وياكلوه، وما تبقيش قلقانة ان هم يوسخوا هدومهم ولا حاجة. تمام. تمام. انا كملت كل المقدار، وده الشكل النهائي للفطاير الصغيرة. ودلوقتي هقطع معاكي واحدة وهتشوفيها ازاي ان هي من جوه مورقة، والحشوة اللي انا عملتها واضحة. زي ما قلتلك الحشوة دي بتاعتك، بتحشيها بأي حاجة انت عايزاها، بالجبن بخضار، اي حاجة. الحشوة دي بتاعتك انت. انا اهم حاجة عندي ان انا بوريلك ان العجينة رقيقة وخفيفة ومورقة. واتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. معانا كيلو الا ربع من الدقيق ومعلقتين من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح. في العجان هحط كل المواد الجافة، ومعايا كوباية ونص من المية. معيار المية طبعا ده مش ثابت معايا لان ده بيختلف على كل نوع من الدقيق. العجينة بقى لما تتعجن بقى معايا بالشكل ده هاخدها واريحها شوية في طبق واسيبها، وبعد ما ترتاح كده 10 دقايق ابتدي ان انا اشكلها. وانتي بتتفرجي على الفيديو لو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. دلوقتي مر علينا 10 دقايق، هبتدي ان انا اقطع العجينة عشان اشكلها كور صغيرة وابتدي ان انا اشتغل فيها. تمام. دلوقتي هاخد جزء من العجينة واكورها كور، وبعد كده ابتدي ان انا افردها بحبة زيت عشان تبقى سهلة معايا. الحشوة زي ما قلتلك دي براحتك، تحشيها جبن، تحشيها لحمة، تحشيها بانيه. الحشوة دي بتاعتك انتي. هنا انا عامله لها بطاطس مقليه، انا مقطعاها صغير، وجايبه فلفل اخضر وبصل وطماطم وجبن، عندي مجموعه جبن عندي مشكله انا حطيتها معاهم. دلوقتي انا خدت كورة صغيرة من العجينة وفردتها رفيع جدا، وهبتدي اقلب كل الخلطة اللي انا عاملاها اللي هي البطاطس والبصل والطماطم والفلفل والجبن، وهحطها في العجين واقفل عليها. العجينة دي زي ما قلتلك كده انا عاملاها رقيقة خالص، علشان دي انا مش هسويها في فرن، انا هسويها على البوتاجاز من فوق. تمام.
حطيت دلوقتي الحشوة وبقفلها ومش بقفل عليها جامد، يعني بديها تهوية كده علشان لما احطها في الصينية واريحها شوية واتك عليها تبقى مرتاحة معايا، ما تبقاش قافلة. تمام كده. انا على عين البوتاجاز هبتدي ان انا احط الصينية معايا وعلى نار هادية مش عالية عشان تستوي. ادي الجنب بتاعها استوى، فبقلبها الناحية التانية. والفطاير دي كل ما بتكون صغيرة كده بتبقى كويسة كده، اللي ولادنا يقدروا يمسكوها زي الساندوتش كده وياكلوه، وما تبقيش قلقانة ان هم يوسخوا هدومهم ولا حاجة. تمام. تمام. انا كملت كل المقدار، وده الشكل النهائي للفطاير الصغيرة. ودلوقتي هقطع معاكي واحدة وهتشوفيها ازاي ان هي من جوه مورقة، والحشوة اللي انا عملتها واضحة. زي ما قلتلك الحشوة دي بتاعتك بتحشيها بأي حاجة انت عايزاها، بالجبن، بخضار، اي حاجة. الحشوة دي بتاعتك انت. انا اهم حاجة عندي ان انا بوريلك ان العجينة رقيقة وخفيفة ومورقة. واتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.